شرف منصة ميدان تمرين أسود الصحراء معالي السيد وزير الدفاع الأستاذ ثابت محمد سعيد العباسي المحترم، فأهلا وسهلا بمقدم سيادته الكريم، ومرحبا بصحبه وضيوفنا الأكارم. نحن نرفع ستائر البطولة عن نوافذ الرجولة لنطل من خلالها على فضاء الشجعان البواسل، وهم ينفذون تمرينا تهجم فيه وتقاتل، تتسيد السماء وتجعل الأرض تحت أعدائها زلازل. إنهم بكل فخر واعتزاز فخر الشعب والوطن، رجال الشدائد والمحن، أبطال جيشنا الغيارى، ينفذون اليوم أمامكم سادتي الأعزاء وعبر قيادتهم البطلة قيادة القوات البرية، وبرعاية معالي وزير الدفاع المحترم، وبإشراف ومتابعة ميدانية من قبل السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وبإدارة السيد قائد القوات البرية المحترم، ينفذون تمرينا عسكريا تعبويا كبيرا توسم بعنوان أسود الصحراء. أسياد الحرب بها أهلا فإليها اشتقنا، بتطاير أشلاء الخصم ترغب أعيننا، فالبأس أشد من الماضي، نار قبضتنا، ما زلنا بثياب الحرب إن عادوا عدنا، جيش العراق بالعزم باقي، لا يرهبنا موتا لا حربا لا نتعب، جيش العراق بالعزم باقي، لا يرهبنا موتا لا حربا لا نتعب، اثقل نفعنا خذ قولنا ضمنا، صوت الأفعال يصدح قبل منادقنا يلهب، قاضينا
أشكر الجميع. طبعا هذا جزء من التدريب والهدف المنشود والتوصية العامة دائما للسيد القائد العام هو التركيز على التدريب، وهذا هو صقل موهبة الآمر والقائد في هكذا التمارين. إن شاء الله نتوقع في المستقبل القريب أن يكون تمرين بمستوى فرقة ويحضر السيد القائد العام في أقرب وقت إن شاء الله. أكرر شكري لكل من ساهم، وعلى رأسهم السيد رئيس أركان الجيش، والشكر موصول لجميع الحضور ولجيشنا الباسل. ما زلنا بثياب الحرب ينعاد وعدنا. بناء على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد رئيس الوزراء وتأكيده على موضوع التدريب وإجراء التمارين المستمرة للجيش العراقي. جيش كما هو معروف جيش العراقي في كل الظروف وفي كل الأوقات قاتل ويقاتل، وهذه كانت تقريبا رسالة إلى العدو المتربص ما بعد الحدود والعدو المتغلغل إلى داخل الحدود بأن الجيش العراقي جاهز. نفذت قطاعاتنا هذا اليوم تمرين متسلسل بصفحة الهجوم المدبر، اشتركت به كافة قطاعات الجيش من القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي والقطاعات المدرعة والمدفعية وقطاعات المشاة في صفحة مهمة هي صفحة الهجوم المدبر ضد مواضع العدو. تم الرمي والقصف بطائرات F-16 وبموارد الدفاع الجوي كافة وبكافة طيران الجيش وبوسائل المدفعية المتيسرة والهندسة والصواريخ وكل الإمكانيات الموجودة. هذه التدريبات هي لرفع مستوى وقدرة إمكانياتنا المسلحة وتدريب الضباط والمقاتلين جميعا على عمليات التعبوية باستخدام الذخيرة الحية. حقيقة منذ أكثر من 30 سنة لم ينفذ تمرين بهذا الحجم بهذه الإمكانية بهذا التخطيط وبهذه السعة، وهذه التمارين إن شاء الله ستستمر وتتواصل وتكون بمستويات أعلى وأعلى من أجل رفع مستوى قواتنا المسلحة الباسل. جيش لا يتعب للنصر سنذهب، حقا لا يسلب عهدا للشعب